حكايتنا بتبدأ سنة 1913 مع سيبالا. وده يا صاحبي ما كانش مجرد مدرب، ده كان أسطورة سباقات الزلاجات في زمانه. حياته كلها عبارة عن تلج في تلج، وجيش من أقوى الكلاب اللي مفيش زيها. ووسط العز ده كله بيتولد جرو هاسكي صغير كحيان وتعبان. سيبالا أول ما شافه قالك ده لا نافع ولا شافع ولازم نخلص منه. لكن مراته كونستانس كان ليها رأي تاني، اعتبرته ابنها وقالت لجوزها على جثتي الكلب ده هيعيش يعني هيعيش. وفعلا سموه توجو. بيكبر توجو وبيبقى عبارة عن مصيبة متحركة، عفريت يا جدع، مطلع عين سيبالا ومبهدل الدنيا، لدرجة ان سيبالا زهق وقرر يمشيه واداله واحد صاحبه. بس كونستانس كانت عارفة اللي فيها وبتضحك في سرها. ويا دوب تاني يوم الصبح الباب بيخبط، سيبالا بيفتح لقى صاحبه واقف وتوجو معاه. الراجل قال له خد يا عم كلبك ده كارثة انا مش قده. وطبعا كونستانس كانت طايرة من الفرحة ان حبيبها رجع لها من تاني. توجو ما كانش مجرد كلب شقي، ده كان لازقة. كل ما سيبالا يجي يدرب الفريق ويحبسه توجو بيتصرف. مرة يحفر نفق تحت الشبك ويهرب ويروح يبوظ لهم التمرين ويخلي سيبالا يقع في التلج ويشد في شعره. سيبالا جاب اخره، حبسه في اوضة خشب وهرب برضه. واداه المرة دي لواحدة ست شديدة علشان تربيه. سيبالا يا دوب مشي من هنا وتوجو قام ناطط في ازاز الشباك بجسمه وكسره وهرب وراه. انت متخيل كلب بينط في الازاز علشان يلحق صاحبه؟ سيبالا لما شافه ورجله بتنزف صعب عليه، حاول يريحه في الزلاجة بس توجو رفض، عنده كرامة وعايز يجري. ولما سيبالا ربطه وسط الكلاب اكتشف المفاجأة، توجو مش بس بيجري، ده سابق الكلاب كلها والحبل مرتخي من كتر سرعته. هنا سيبالا استوعب الدرس، ده مش كلب عادي، ده قائد. حطه في المقدمة والنتيجة كانت انهم اكتسحوا كل السباقات وبقى اشهر ثنائي في المنطقة. وتمر السنين يا معلم لحد ما نوصل لسنة 1925، وهنا الحكاية هتاخد شكل تاني خالص. في يوم سيبالا رجع البلد بتاعته وقابل صاحبه دان اللي كان وشه اصفر زي الليمونة، وقال له الحقنا يا سيبالا، البلد كلها غرقانة في وباء اسمه الدفتيريا، العيال بتموت والموضوع بقى خارج عن السيطرة. البلد اتقلبت والعمدة عمل اجتماع طارئ، قالوا ان في مصل للمرض ده، بس المصيبة انه موجود في نينانا، ودي حتة مقطوعة على بعد اكتر من 1000 كيلو، والطيران مستحيل في الجو الزفت اللي احنا فيه ده. العمدة بص لسيبالا خبير التلج وسأله ايه الاخبار يا سيبالا. سيبالا وشه كان بيجيب الوان وقال له وانا راجع شفت عاصفة بتقرب علينا خلت كلابي تترعب، والاول مرة من 12 سنة اشوف توجو نفسه خايف. لو توجو خاف يبقى لازم كلنا نخاف، اللي جاي ده دمار شامل. الكل بيبص لسيبالا علشان هو الامل الوحيد اللي ممكن يروح يجيب الدواء بالزلاجات، بس هو سابهم ومشي من غير ولا كلمة. كان مرعوب. وهو مروح دكتور طلب منه توصيله للمستشفى، وهناك سيبالا بص من الشباك وشاف منظر يقطع القلب، اطفال بتتعذب وبتموت والاهالي بتصرخ. المنظر ده كان كفيل يغير كل حاجة. سيبالا ما قدرش يستحمل، روح بيته وقال لمراته كونستانس قرار نهائي، انا هروح اجيب الدواء. كونستانس كانت هتتجنن، انت بتقول ايه يا سيبالا؟ 1000 كيلو في قلب العاصفة دي، ده انتحار رسمي. بس هو كان مصمم، صورة العيال وهي بتموت مش عايزة تفارق دماغه، وقال لها العيال دي بنشوفها كل يوم، مش هقف اتفرج عليهم بيموتوا، وهاخد توجو معايا. هنا مراته انفجرت فيه. توجو ده بقى عنده 12 سنة، بقى عجوز. انت بنفسك قلت انه مش هيستحمل 150 ميل، عايز تمشي 1000؟ انت بتحب الكلب ده، بلاش تموته بايدك. لكن سيبالا كان عارف ان الرحلة دي مستحيلة من غير قائده الوفي. وتاني يوم الصبح ودع مراته وداع الابطال وخد كلابه وتوجو في المقدمة وانطلق في رحلة الموت. وبمجرد ما بدأوا العاصفة فتحت ابواب جهنم، وهو بيقطع في الوش والتلج بيعمل عيون. سيبالا ما كانش شايف متر قدامه، اعتماده كله كان على صوت توجو وهو بيوجه الفريق. كان بيصرخ فيهم
اسرع يا توجو اسرع. الموضوع بقى سباق ضد الموت وهم بيجروا على منحدر خطر. فجأة توجو فرمل ووقف الفريق كله. سيبالا زعق وقفت ليه يا توجو؟ بس لما بص قدامه الدم نشف في عروقه. كان قدامهم حفرة عميقة ولو كانوا وقعوا فيها كانت هتبقى نهايتهم. توجو لوحده اللي شاف الخطر ده وانقذهم كلهم. سيبالا نزل يطمن عليه لقى رجله بتنزف وورمت من كتر الجري. قلبه اتقطع عليه بس مفيش وقت للراحة. كملوا طريقهم لحد ما وصلوا لمحطة استراحة صغيرة فيها دكتورة بيطرية. وصلوا لمحطة الاستراحة والدكتورة البيطرية بصت على توجو وقالت لسيبالا والدموع في عينيها الكلب ده انتهى، عنده 12 سنة وجسمه متدمر، لو كمل هيموت. الكلمة نزلت زي السكينة في قلب سيبالا، بس كان عارف ان حياة اطفال البلد اهم من اي حاجة، حتى اهم من روحه وروح اوفى صديق ليه. مع اول ضوء للنهار سيبالا خد القرار الصعب ورجعوا تاني لقلب الجحيم. توجو في المقدمة بيجروا وكأنه لسه شباب والتلج بيضرب في وشهم بلا رحمة. وفي نفس الوقت المستشفى كانت بتعيش مأساة الأطفال وهم بيموتوا واحد ورا التاني والأمل بيضعف. سيبالا حسبها لقى الطريق الرسمي هياخد وقته وهو مش يملكه، فقرر ياخد شورت كات، طريق مختصر بس انتحاري بيمر على بحيرة متجمدة التلج فيها رقيق وممكن يتكسر في أي لحظة. وفوق كل ده عاصفة تانية جاية في وشهم. وقفوا قدام البحيرة منظر يرعب، التلج بيتشقق والموت مستني اي غلطة. بس سيبالا صرخ يلا يا رجالة قدام، وتوجو القائد اللي ما بيعرفش المستحيل انطلق بيهم. وهم بيجروا صوت تراك تراك تكسير التلج تحت الزلاجة كان كفيل يوقف قلبك. بس توجو كان بيسابق الموت نفسه وقدروا بمعجزة يعبروا للناحية التانية. وصلوا المحطة يباتوا فيها وفي نفس الوقت كونستانس راحت للعمدة وقالوا لها اطمني في حد هيقابله ياخد منه المصل. بس هي صرخت فيهم سيبالا مجنون هياخد طرق محدش يعرفها، ولو ملقاش حد هيجري لحد نينانا نفسها. وفعلا مع الفجر سيبالا وتوجو اللي جسمه كله وجع رفضوا الراحة وكملوا الطريق المختصر. سيبالا بيحارب النوم وتوجو بيحارب المستحيل. في اللحظة دي بنشوف هنري الراجل اللي معاه المصل واقف فوق تلة وشايف سيبالا بيجري تحت. قعد يصرخ وينادي وجري وراه بس العاصفة كانت اقوى من صوته. سيبالا ما سمعش وكمل. هنري يئس وقال خلاص ضاعت، بس فجأة المعجزة حصلت. توجو ودانه اللي زي الرادار لقطت الصوت وسط العاصفة ووقف الفريق. سيبالا لف وشاف هنري ورجع له بسرعة واستلم الأمانة الغالية، المصل اللي هينقذ الأطفال. هنري لما شاف حالة توجو دمع وقال لسيبالا سيبه يرتاح هنا حرام عليك. بس سيبالا قال له بصرامة ده قائدي وما اقدرش اتحرك خطوة من غيره. ورجعوا تاني لنفس الكابوس البحيرة المتجمدة، بس المرة دي الوضع كان اخطر. التلج بيسيح والمية بدأت تطلع ولو لفوا هيضيعوا يوم كامل وارواح كتير هتروح. سيبالا قال توكلنا على الله يلا يا توجو. توجو انطلق والكلاب وراه، المية بتغرق رجليهم والتلج بيتكسر والشقوق بتوسع، ولو وقفوا ثانية واحدة بس هيغرقوا ويموتوا متجمدين. توجو كان بيجري بكل قوته بيسابق الموت اللي بيطرد خطواتهم في كل ثانية. وقبل ما يوصلوا للبر التاني بأمتار حصلت الكارثة، حتة التلج اللي واقفين عليها انفصلت وبقوا عايمين في نص المية. سيبالا مخه اشتغل في ثانية، شال توجو ورماه بقوة على الشط وصرخ فيه شد يا توجو شد. توجو رغم جروحه وتعبه اللي ما بيتوصفش غرس ضوافره في التلج وشد الحبل بكل عزم. عروقه كانت هتنفجر وقدر يقرب قطعة التلج للشط. وفي لحظة خاطفة سيبالا والكلاب نطوا ونجوا بأعجوبة من الموت. وصلوا للدكتورة البيطرية وأول ما شافت توجو المرة دي بكت وقالت لسيبالا وهي منهارة الكلب ده بيخلص جسمه انتهى. سيبالا قلبه اتخلع مش متخيل ان دي النهاية. وتاني يوم قرر يريحه في الزلاجة ويكمل بالباقي. قال له ارتاح يا بطل كفاية عليك كده، لكن توجو رفض. الكلب العنيد ده قام ورجع وقف في مكانه في اول الصف.
سيبالا فهم الرسالة. توجو مش عايز يرتاح، عايز يخلص مهمته وهو واقف على رجله. سيبالا ربطه هو قلبه بيتعصر وكمله. بعد ساعات العاصفة قلبت وحش كاسر، الدنيا ضلمت وسيبالا ما بقاش شايف كف ايده. نزل عند توجو وقال له بصوت مخنوق: انا تايه يا توجو، انت القائد دلوقتي، وصلنا انت. ونام سيبالا في الثلاجة وسلم حياته وحياة الاطفال لربنا ثم لتوجو. ساعات من الجري في المجهول وفجأة توجو وقع ومتحركش. سيبالا قام مفزوع: قوم يا توجو هنموت هنا. بس الكلب كان قاطع النفس. سيبالا افتكرها النهاية، بس لما بص حواليه لمح ضوء. توجو رغم انه كان شبه ميت وصلهم بالملي لباب المحطة قبل ما يقع. سيبالا شال توجو ودخل بيه وهو بيصرخ: الحقوه. جوه المحطة قابله جانر، الشخص اللي بعتته مرات سيبالا. جانر استلم المصل وانطلق هو علشان يكمل الجزء الاخير والسهل من الرحلة ويوصلوا لمدينتهم نوم. جانر وصل بالسلامة وهناك كانت المفاجأة. الصحافة كانت مستنية وبغباء شديد افتكروا ان جانر وكلبه بالتو هما اللي عملوا الرحلة كلها. الجرايد طبعت والناس صدقت ان بالتو هو البطل وتوجو هو اللي شال 600 ملي في الجحيم. كونستانس كانت محبطة ان حق جوزها ضاع، بس الاهم حصل: توجو بدأ يتعافى. ولما رجعوا بلدهم الاستقبال كان مختلف. الناس عارفة الحقيقة والاطفال اللي خفت بسبب المصل جم يجروا عليه، ودي كانت الجايزة الحقيقية: نظرة طفلة صغيرة للبطل اللي انقذ حياتها. الطفلة دي بصت لتوجو وقالت لسيبالا ببراءة: يا عمو هو الكلب ده هيموت؟ السؤال وجع سيبالا، ساب المكان وخرج يلوم نفسه: انا السبب، انا اللي قتلت صاحبي. وكونستانس خرجت وراه وقالت له: فوق يا سيبالا، تفتكر كان في كلب تاني غير توجو يقدر يعمل المعجزة دي؟ سيبالا سكت لانه عارف الاجابة: لا، توجو بس هو اللي كان يقدر. وتاني يوم سيبالا خرج يتمرن من غير توجو علشان يريحه، بس توجو كالعادة خرج وراه وهو بيعرج. هنا سيبالا فهم الدرس الاخير: توجو مش بيجري علشان بيحب الزلاجة، توجو بيجري علشان بيحب صاحبه وعايز يكون معاه لاخر لحظة. والحمد لله مع الرعاية والحب توجو رجعت له صحته وعاش حياة ملوك، وقعد معاهم سنين كمان، خلف فيهم جراوي كتير. والناس كانت بتيجي من اخر الدنيا علشان تاخد حتة من نسل البطل ده، وسموا السلالة سيبالا سيبريان. وفي سنة 1929 الاسطورة توجو مات بسلام. ورغم ان التاريخ ظلموه في الاول والتمثال في نيويورك اتعمل للكلب بالتو اللي مشي اخر حتة بس، لكن الحق مسيره يرجع. في 2011 مجلة تايم انصفت توجو اخيرا ولقبته بالحيوان الاكثر بطولة في كل العصور علشان العالم كله يعرف مين البطل الحقيقي. وبكده يا صاحبي بتخلص حكاية توجو، قصة وفاء وشجاعة مش هتتكرر. يا ريت لو عجبك القصة ما تنساش اللايك المتين والاشتراك في القناة. اشوفكم في حكاية جديدة، سلام.